يا جماعه عاملين ايه؟ معاكم عمر وفيديو جديد من ذا بريتش انجلش وسلسله ازاي تتعلم البريتش انجلش من الافلام والمسلسلات. كمل مع بعضينا لسه نفس مسلسل الفايكنجز، وهنشوف جمل جديده وكلمات جديده هتعرفها في الفيديو دوت. متنساش تعمل سبسكرايب وكمل الفيديو للاخر ويلا بينا. £2,000 in weight. هنا مثلا لو ركزت في الجمله دي هتلاقيه بيقول 2000 pounds in weight. 2000 pounds in weight. طبعا الفكره هنا كلها في التي اتش ساوند. التي اتش لازم تقول ث، دي اسمها unvoiced تي اتش، يعني ما بتعملش فيها صوت، يعني ما تقولش ذ، لا دي unvoiced تقولها ث. 2000 pounds in weight. 2000 pounds in weight. وخلي بالك من الدي اللي جايه في كلمه 1000، ما بتقولش 1000، مش بتستريس على الدي، لا بتخليها بسيطه جدا، بتقول 2000 pounds in weight. طبعا اول كلمه بتقول 2، ما بتقولش 2، لا 2. طبعا ده كده انت بتستريس على التي، فبتقول 2000 pounds in weight. كلمه pounds لازم تاخد بالك من البي، في فرق بين البي والبي. وطبعا هنا كلمه pounds معناها اللي هو الوزن، يعني الرطل. هو هنا بيقول له وزنه 2000 رطل. That is the price. هنا طبعا قال that is the price. هنا خد بالك ان التي اتش هنا دي الفويست تي اتش. فويست غير الفويسلس. فويست ان انا بعمل فيها صوت، بقول the. that is the price. that is the price. وخد بالك من the اللي جايه قبل كلمه price، عشان ما هو ما قالش ذا او ما قالش ذا، دي بتتقال يا اما the يا اما the. that is the price. امتى تقول the؟ لو جه بعدها طبعا vowel sound. vowel sound طبعا زي الاي والاو والاي واليو والاي، تقول the. غير كده بتقول the، ما بتقولش the. that is the price. that is the price. ممكن طبعا تخلي التي اللي في كلمه that glottal t، بدل ما تخليها true t وتسترس عليها ممكن تخليها glottal t، يعني بدل ما تقول that is ممكن تقول that is. that is the price. وطبعا هنا هو بيتكلم على السعر، يعني بيقول بيقول ان النقود او الفضه اللي هياخدوها هيكون وزنها 2000 رطل. I agree to the terms. طبعا هنا قال I agree to the terms. I agree to the terms. خد بالك من الكونكشن. agree to، ما قالش to، ما قالش agree to the terms، لا agree to the terms. I agree to the terms. وطبعا اتفقنا ان كلمه terms هنا معناها الشروط، ان هو حط عليه شرط، مثلا ان هو عايز سعر معين، فهو قال له انا موافق على الشروط اللي انت بتقولها. I agree to the terms. What is your advice? What is your advice? هنا طبعا في الجمله دي بيقول له what is your advice. what is your advice. what is your advice. طبعا هنا التي خفيفه جدا، ممكن تبدلها بالجلوتال تي وتقول مثلا what is your advice عادي. يعني في البريتش انجلش لو انت عايز تقول تي خفيفه ممكن تخليها جلوتال تي. what is your advice. your advice. خلي بالك من كلمه your، احنا قلنا your ما قلناش يو، والطبيعي في البريتش انجلش ان انت لو عندك ار في اخر الكلمه بتشيلها، ولكن هنا علشان الكلمة اللي بعدها بتبدأ بفاول ساوند زي الاي او الاي او الاو او الاي او اليو، بتبدأ ان انت تنطق الار، ودي بيبقى اسمها linking ار. فانت يبقى كده عندك قاعدة عامة يا معلم، ان انت لو شفت اي فاول ساوند جاي بعد الار بتقول الار عادي جدا. فبتقول what is your advice. what is your advice. او ممكن تقول what is your advice عادي جدا. وهنا طبعا بيسأله بيقول له تنصحني بايه، او ايه النصيحة اللي انت ممكن تقدمها لي. وطبعا بس كده، يعني اتمنى ان انت تكون استفدت كام حاجه جديده من البريتش انجلش في الفيديو دوت. متنساش تكتب لي في الكومنت قدرت تعرف ايه بالظبط في الفيديو دوت وقدرت تتعلمه، وتسيب لي لو عندك مثلا مسلسل او فيلم عايزنا نعمل عليه فيديو جاي تقول لي في الكومنتس، وتعمل سبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد.